بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة السهم الساقط. معانا النهاردة هنتكلم عن سهم اسمه القاهرة للإسكان. السهم ده عمل معانا صعود من هنا، من عند 78 قرش، فبدأ معانا من هنا رقم واحد. دي كانت رقم واحد، كانت صغيرة. بعد كده هنا كانت تصحيح رقم اتنين، وبعد كده صعود قوي رقم تلاتة، وهنا هبوط رقم أربعة، وبعد كده عمل لنا صعود تاني رقم خمسة. فهو كده يعتبر أكمل لنا 5 موجات. لكن هل برضو الخمسة في الخمسة خلصت؟ فبرضو أنا شاكك في احتمالين. أول احتمال إن كده كانت رقم واحد، بعد كده هنا كانت رقم اتنين، وبعد كده هنا كانت رقم تلاتة، وهنا أربعة، وبعد كده هنا ادانا صعود في رقم خمسة. ده أول احتمال إن احنا كده خلاص خلصنا رقم 5 من 5. لكن لما ببص برضو كده شوية، يعني لقيت ان السهم لا، ممكن يكون لسه عنده صعود تاني. تمام. بالنسبة طبعا للسهم فهو يعتبر يعني تحس ان في تجميع يعني. فممكن نرجح ان لسه في صعود تاني، بمعنى ان رقم 5 دي لسه ما خلصتش، اللي هي الأخيرة 5 من 5. وممكن تكون بالشكل ده، اللي هي 5 من 5 هتكون لسه فيها صعود تاني. يعني حاليا هو عمل واحد كده من 5، من كده هنا واحد، بعد كده هبوط رقم اتنين، وبعد كده هيدينا صعود قوي في رقم تلاتة، ثم هبوط تاني للأماكن دي، وبعد كده تكون رقم 5 من 5. فده احتمال برضو، احتمال ان مفيش مشكلة ان السهم بيمد في رقم 5. يعني هو يشوف رقم 5 زي كبيرة خالص من هنا، صعودها من هنا يعني تقريبا ممكن توصل ل3 أضعاف السعر من هنا مثلا. فده احتمال ان لسه السهم عندي صعود تاني في رقم 5 من 5، ان هي لسه ما خلصتش. تمام. خصوصا ان هنا كانت رقم واحد صغيرة، فوارد تكون رقم 5 هنا يعني هتكون ممتدة وكبيرة. فده احتمال برضو. هو طبعا الافضل، يعني احنا سهم زي كده احنا المفروض كنا نشتريه من امتى؟ مثلا من بعد ما شوفنا صعود هنا اهو، من اول مثلا ما بدأ صعود معنا من هنا. طيب ما خدناش بالنا من الصعود ده وفات علينا الصعود ده، فاحنا المفروض برضو كنا نشتري من هنا في رقم 4، وناخد صعود رقم 5 كله، بحيث احنا نكون مشترين من هنا ويعني زي ما تكون اعصابنا هادية، اللي هو احنا كده مشترين من هنا ومنتظرين وكسبانين. فبعد كده بنراقب الصعود ده. يعني كده كده انت كسبان. تمام. فأي صعود كده هتفضل تبيع، كل ما يطلع تفضل تبيع. فده الأفضل. أما احنا هنا يعتبر يعني احنا بنتوقع آخر صعود اللي هو هيكون في رقم 5. فيعتبر هو حاليا الدخول حاليا هي في نسبة مخاطرة طبعا، بس ممكن يعني الدخول من هنا، وبعد كده طبعا لازم تلتزم بإيقاف خسائر. يعني مهم جدا ان وارد السيناريو الاول هو اللي يكون صح، ان يكون خلصنا صعود. تمام. بس اعتقد ان لا، السيناريو التاني هو الاقرب يعني. تمام. اللي هو لسه في صعود تاني، ان هنا يعني تحس هنا ان هنا في صعود. ده هيكون رقم اهو، اللي هو ده هيكون رقم 3. هتمشي من كده اهو. فوارد هنبص كده ان السهم ممكن يريح معانا في الاماكن دي، وهتكون فرص الشراء في الاماكن دي، مثلا عند جنيه 99 او 2 جنيه. فاعتقد فرص الشراء في السهم ده هتكون في الاماكن دي. تمام. ويبدأ بعد كده يتجاوز معاك القمم دي، تبدأ تبيع في الاماكن دي. وليكن مثلا فممكن البيع يكون في الاماكن دي.
هنا مثلا عند 3 جنيه، ده هيكون مكان بيع محترم يعني. آه، طبعا يعني لو حد مثلا خلاص هو هيتقبل المخاطرة في الأماكن دي ويشتري في الأماكن دي، خلاص تشتري في الأماكن دي عند جنيه 99، وهيكون يعني إيقاف الخساير عند جنيه 84. بمعنى إن السهم لو ينزل لأي مكان في الأماكن دي عادي، طول ما هو يعني يعني ما يلمسش حتى، يعني لازم ما يعملش حتى تلامس مع القاعدة، لازم يرتد من قبل القاعدة، وكده تضمن ان السيناريو بتاع الصعود هو اللي صح. اما لو يعني عمل اي تلامس مع القاعدة، يبقى كده احنا يبقى كده السيناريو الاولاني ان احنا خلصنا صعود هو اللي صح. فانت يعني الشراء خلاص تشتري مثلا في الاماكن دي او في الاماكن دي، اهم حاجة ان هو ما يعملش اي تداخل او اي تلامس مع القاعدة. بالمنظر ده انت خلاص يبقى اشتريت وعرفت ايقاف الخسائر فين، وهتستنى الصعود اللي هو هيكون جاي ان شاء الله. ان بعد كده يعني خلاص يعني كده اكملنا كل الصعود ده. بعد ما نعمل اخر صعود اللي هنا اللي جاي ده، فاحنا كده خلاص اكملنا من هنا 5 موجات صاعدين، وبعد كده نبدأ نصحح كل الصعود ده. فبعد الصعود ده السهم ده طبعا هيكون فرص للبيع يعني مش للشراء، وبعد كده نستنى يصحح كل الصعود ده، وبعد كده يكون فرص للشراء ان شاء الله في السهم ده. فده كان سهم القاهرة للإسكان، وشكرا جزيلا.